يا مساء الجمال على حبايب قلبي. وحشتونا كتير من القصة اللي فاتت، وجايلكم النهاردة برواية أتمنى من كل قلبي إنها تعجبكم. بس عايزة أفكركم، لو الحلقة النهاردة عجبتكم بجد يا ريت تفرح قلبي باللايك والاشتراك في القناة. ويلا بينا نشوف قصتنا بتقول ايه. هتدخلي صينية الأكل وهتحطيها على الترابيزة الصغيرة اللي في أوضته وتخرجي على طول. حاضر. ممنوع تفضلي في الأوضة من بعد ما تحطي الصينية عشان يعرف يقوم وياخد راحته. ما تفتحيش الستاير زي أي خدامة ما بتعمل عشان نور الصبح بيضايقه. ما تقلقيش، هعمل كل ده. شلت الصينية ومشيت بالراحة لحد لما وصلت لأوضته. خبطت خبطتين على الباب وأنا شايلة الصينية بإيد واحدة بصعوبة. ما وصلنيش رد، ففتحت باب الأوضة وأمري لله بقى. لقيت الترابيزة قدامي فمشيت بخطوات ثابتة عشان أحطها، لكني ملحقتش. كان في كيس فاضي واقع على الأرض، اتزحلقت فيه وقعت على وشي. وطبعا صينية الأكل اتبعترت كلها. في اللحظة دي كان هو خارج من الحمام الداخلي اللي موجود في أوضته، وكان بينشف وشه بالفوطة. رفع عينيه وبص لي. كنت بتألم وما كانش فيا حل أركز في أي عقاب هيحصل لي، حتى لو العقاب ده كان قطع عيشي. قمت بصعوبة ومسكت الصينية وفضلت ألم في الأكل المتبعتر في الأوضة، وأنا عمالة أترعش وأكرر أسفي قدامه. اهدي خلاص، ما حصلش حاجة. بعد ما جمعت الصينية قمت وقفت قدامه. كان مركز في عيوني جدا وكأن لونهم الزيتوني عجبه، لكن قطع كل ده دخول مشرفة الخدم. جرتني من دراعي جامد بره الأوضة وهي بتبتسم في وشه وبتعتذر له. بعد ما خلصت قفلت باب اوضته وراها وهي بتبصلي بحزم. آخر يوم ليك النهارده، أول وآخر يوم بسبب سرحانك ومخالفتك لكلامي. بس أنا محتاجة الشغل ده عشان أصرف على أمي. لم حاجتك وسيب الفيلا فورا، هنلاقي غيرك تهتم بالشغل ده. نزلت على السلم وأنا شايلة الصينية مكسورة من كلامها وقسوتها. حطيت الصينية في المطبخ وأنا بمسح دموعي، ورحت على الأوضة الصغيرة. أخدت شنطتي وحاجتي اللي لسه ما خرجوش من الشنطة. رجليا كانت بتوجعني من الوقعة، بس اتحملت على نفسي لحد ما وصلت للبوابة. اترجيت الحارس يساعدني إن أوقف تاكس، بس كان واقف زي تمثال الشمع مش راضي يتحرك. قلت له بدموع: كتر خيرك، أنا هعرف أتصرف. أنا اسمي ريماس، ما كملتش تعليمي من بعد الثانوية بسبب الظروف الصعبة. بصرف على والدتي غسيل كلى، واشتغلت كل حاجة ممكن الشخص يشتغلها عشان أقدر أجمع فلوس محترمة. ورثنا من أبونا خلص على علاج أمي، لأنه ما كانش سايب فلوس غير على القد، وكان لازم أشتغل. لقيت إعلان في الجورنال بتاع السوبر ماركت، قريت الجورنال ولقيتهم عارضين شغل البنات يشتغلوا في فيلا. قدمت واتقبلت، وكان أول يوم شغل ليا وبقى آخر يوم بسبب اللي حصل. خرجت للشارع وأنا بعرج، ووقفت عشان أحاول أوقف تاكسي، وأخيرا لقيت واحد. ولسه بوطت عشان أشيل شنطتي وأركب، لقيت الحارس بتاع الفيلا مسك دراعي فاتنفض. لقيته بيقول لي إن صاحب الفيلا عاوزني جوه. فضلت أبص للحارس ومترددة أرجع لا يكونوا اتهموني بسرقة حاجة وأنا ما عملتش كده، وكمان كرامتي انقحت عليا شوية. بس قلت ربما خير، لما اروحش واشوف هيقول ايه. ايديا كانت بتترعش وانا بشيل شنطتي وبمشي ورا الحارس لحد ما وصلنا الفيلا. بعد ما انا دخلت قفل ورايا البوابة وشاور لي بايده على البوابة الداخلية وقال لي ان فريد بيه مستني جوه. مشيت خطوات مترددة لحد ما دخلت، لقيت الخدامين واقفين صف واحد وفريد بيه قاعد، وكانت واقفة جنبه المشرفة. بصيت له باستغراب، لقيته بعد 5 ثواني رد بصوت تقيل كده: انا هنا صاحب الفيلا لحد ما والدي ووالدتي يرجعوا. انا اللي اقول هنا مين يمشي ومين ما يمشيش. اللي حصل من المشرفة ده مش هيتكرر تاني، وهيتخصم لها من مرتبها عليه، لان الصينية وقعت منك بدون قصد. بس بحذرك انت كمان تخلي بالك بعد كده، زي ما قدرتك قدريني وقدري شغلك. رفعت راسي وبصيت في عيونه وقلت بسعادة طفلة: يعني انا رجعت الشغل؟ لقيته سرح. ما اعرفش ليه لما بيبص في عيوني بحس الوقت وقف عنده، وانه ما ينزلش عينيه من عليا. رمش مرتين ورا بعض واتنحنح: رجعتي، تقدري تحطي شنطتك وتكملي شغل. بعدين قام من مكانه وخد مفاتيحه وخرج بره الفيلا. هو اصله شكله كان لابس وخارج. فضلت ابص عليه لحد ما خرج، وبعدين سألت نفسي ليه لما بيبص في عينه بيركز كده، لحد ما فوت على صوت المشرفة. قالت حاجة حيرتني اكتر: ده عمره ما خلاني ارجع عن قرار اخدته، كون انه رجعك يعني اداكي ثقة كبيرة، اتمنى تكوني قدها. بصيت في الارض ومش عارفة ارد. بصيت ليا بقرف وسابتني ومشيت. رجليا كانت لسه بتوجعني، فشلت شنطتي ووديتها للأوضة الصغيرة جدا. لبست هدوم الشغل وخرجت للمطبخ، لقيتهم بيشتغلوا وهم ساكتين. رفعت أكمامي وفضلت أبص لهم لحد ما واحدة فيهم اتطوعت: اغسلي الخضار ده كويس وقطعيه. بصيت حواليا وبعدين قلت لها بهمس على أمل إن احنا نكون صحاب: هو الغدا هنا بيكون الساعة كام؟ بصيت لي بقرف وكملت شغلها. فقررت إني أتجاهلهم وأخلص الشغل عشان أروح لوالدتي وفي محل ملابس.
كان واقف في رضا وهو بيبص على القمصان والتيشيرتات بعيونه. دايما الالوان هي اللي بتجذب انتباهه. بص على تيشيرت مستخبي وسط الحاجات، خرجه بهدوء وكان لونه زيتوني زي لون عيونها. اول ما شاف التيشيرت افتكر عيونها على طول. اخده وراح غرفة القياس، وكان اللون جميل على بشرته الخمرية فعلا، وقرر انه يشتريه. وفي المطبخ كنت واقفة وحاسة اني فعلا رجليا مش قادرة تشيلني من الوقعة بتاعة الصبح ومن اليوم الطويل اللي مش راضي يخلص ده. الساعة قربت على 5 المغرب والغدا لسه ما اتحطش. هي الناس دي بتتغدى امتى؟ قاطع سؤال تفكيري. دخول الخدامة التانية وبتقول ان فريد بيتغدى بره وان احنا نوزع الاكل علينا، وكمان قالت ممنوع حد من الخدم يروح النهارده عشان فريد بيأمر بكده. فكرت ان امي قاعده لوحدها، فخرجت تليفوني الصغير جدا اللي بيستعملوه للمكالمات بس، واتصلت على تليفون بنت خالتي ووصيتها تقعد مع امي عشان شغلي امر بكده، ووافقت ووعدتني تاخد بالها منها. دخلت على اوضتي ونزلت شعر الاسود الطويل على ظهري وبصيت لنفسي في المرايه. لكل ما بيبص لي بيركز في عيوني كده عشان ملونين بلون غريب ولا بيفتكر حد معين فيا. الصوت بره كان هادي جدا والسكوت كان بيعم المكان، فقلت هخرج بسرعه اجيب تليفوني اللي نسيته على رخامه المطبخ. بصيت يمين وشمال وبعدين قررت اخرج اخيرا. لقيت التليفون فمسكته بسرعه ولسه بلف اتخبطت في حاجه. اتخبطت في فريد بيه ورفعت راسي وبصيت له. كان هيفتح بقه عشان يقول حاجه لكنه كالعاده سرح في عيوني، وانا من التوتر ما قدرتش اتحرك من مكاني او حتى افكر في منظرنا واحنا واقفين قصاد بعض بالمنظر ده. اخدت نفس وبعدت عيني عنه. لقيته فاق كأن السحر كله في عيوني. كنت حابب اعمل قهوه لنفسي ومعرفش انك هتخرجي. بصيت في الارض وقلت له انا نسيت تليفوني بس، فخرجت اجيبه. جريت من قدامه فورا وانا بقفل باب اوضتي وبقف وراه وانفاسي في الطالع والنازل وايدي بتترعش. رميت التليفون على السرير وانا حاطه ايدي على بقي. ازاي كنا واقفين بالقرب ده انا حسيت ان نفسه بيحرك خصلات شعري. دخلت في السرير وحاولت اغمض عيني معرفتش. بعد ساعه كامله من الاحراج والتفكير في اللي حصل اخيرا نمت وصحيت على صوت خبط المشرفه على باب الاوضه. غسلت وشي بسرعه ولميت شعري ولبست هدوم الشغل وخرجت. وقفتني المشرفه بايديها بعد كده تصحي لوحدك لاني مش هصحيك عشان والده فريد بيه ووالد فريد بيه جايين من السفر النهارده. بصيت حواليا وبعدين قلت لها بهمس انا مش هينفع ابات هنا تاني لان والدتي ست مريضه لازم اراعيها. نفس نظره القسوه في عينيها لمحتها ولقيتها فجاه بتقول مشكلتك دي تحليها مع فريد بيه، يلا عشان مسح البيت كله عليك النهارده. باقي الخدامات هيعملوا حاجات تانية. كان اكتر يوم متعب صادفني في حياتي كلها. الفيلا كبيره ومساحتها واسعه وانا حرفيا ما حسيتش بضهري من التعب بعد ما خلصت. وكان اذان المغرب بيأذن. طلبوا مني اظبط نفسي عشان هنقف صف واحد لوالد ووالده فريد بيه. وقفت بإرهاق جنب الباقي ولقيتهم داخلين. رفعت عيني بلمحه بسيطه عشان اخد فكره قبل ما يلاحظوا اني ببص لهم. الراجل الكبير كان شكله مرهق او تعبان، من النوع اللي كلمته بتتقال بس مش مسموعه. اما والدته شكلها الكل في الكل، من نظراتها للفيلا ونظراتها للمكان والخدم بطريقه تعالي. شكلها كلمتها هي اللي بتمشي. كتر شغلي واللي شفته في حياتي مخليني افهم الناس كويس. فضلوا واقفين 5 دقايق ابص حواليهم قبل ما والدة فريد بتقول بنبره متعاليه مين اللي مسح الفيلا. حسيت برعشه خفيفه بتجري في جسمي. قبل ما ارفع ايدي ناحيتها لقيتها بتبص لي. حسيت باهانه من نظراتها. تعالي اقفي قدامي هنا. بصيت حواليا ومشيت بخطوات هاديه ناحيتها. وقفت قدامها ووطيت راسي. شكلك صغيره ومش قد مسؤوليه انك تشيلي بيت. ده منظر مسح. انتي مهمله ومش منظفه كويس. هو ده بقى اللي بيسموه شغل الخدامين فعلا. المشرفه اتدخلت ولكن للاسف زادت الموضوع. من اول يوم ليها وانا قلت البنت دي مش هتنفع يا ناني هانم، بتسرح كتير وعقلها مش في راسها. ردت عليها ناني هانم بنفس نبره التعالي. هو يجبرنا عليها، دي تدوها قرشين وتمشي وتشوفوا غيرها. وفجاه دخل فريد بيه وقف يبص لي وانا بحرك صوابع ايدي في بعض عشان ما عيطش من الاهانه اللي عماله اسمعها. ماما من فضلك، انا اللي طلبت ان البنت دي ما تمشيش. بصيت له هي بتعجب. ليه يا فريد؟ تنظيفها مش عاجبني ومشرفة الخدم بتقول بتسرح ومش مركزه. انا مش فاتحه جمعيه خيريه يعني، مش هدفع مرتب لواحده مهمله. فريد بيه قال حاجه غير متوقعه نهائي في الوقت ده. انا عايزها تبقى المسؤوله عن اوضتي وحاجتي. كلهم بصوا له بذهول، حتى الخدامات اللي واقفين صف ورايا رفع راسهم وبصوا له. تجاهل هو نظراتهم وركز على نظري انا وبس. عينيا كان محبوس فيها دموع وانا ببص له. لقيت نظراته ميلت للحنيه بجد، كانه بيطلب مني بنظراته اني ما عيطش. وقاطع كل ده صوت والدته. ليه مصر عليها بالشكل ده يعني؟ بس تمام،
طالما انت شايف ان شغلها عاجبك مش هعارضك، بس ايديها ما تتمدش في بقية الفيلا. فريد بيتنهد. تمام يا ماما. وبعدين قرب لي، حسيت ان ريحة برفانه حوطتني. حط ايده في جيبه وخرج منه مفتاح. ده مفتاح الأوضة، لما اكون بره تقدري تدخليها وتهتمي بيها. هزت راسي بمعنى تمام. رفعت راسي وبصيت على خصلات شعره الناعم البندي. قام غمض عينه وبعد عني وخرج بره. وهنا بدأت اخد نفسي وخارج الفيلا. فريد كان واقف وهو بيتنفس بصعوبة وبيقول لنفسه: دي مجرد خدامة عندكم، مجرد خدامة عينها حلوة ونظرتها بريئة. وبعدين غمض عينه بغضب وقال بتصميم: مجرد خدامة بتنظف. وداخل الفيلا طلعت انا لأوضة فريد وفتحتها وقفلت الباب ورايا عشان ابدا تنظيف فيها. شكله من النوع المنظم جدا اللي بيكره الفوضى. كان فيه هدوم بسيطة على السرير وشلتها على دراعي وانا برتبها. لفت نظري تيشيرت لونه زيتوني. بحركة تلقائية مني رفعته عشان اشمه. ليه ريحة مميزة وحلوة قوي. ابتسمت اول ما شمتها. بعدين حطيت التيشيرت على دراعي وقلت ابطل لاكعة واكمل تنظيف الأوضة. وداخل سيارة فريد كان مشغل الراديو زي كل يوم، لأنه مش من الناس اللي بتحب الأغاني والمزيكا كتير. واشتغلت فجأة أغنية لمنير وبيقول فيها: ده عينيكي دول مرايات مرسوم أنا فيها. وأول صورة اترسمت في خياله كانت صورة عيونها. ابتسم لثواني قبل ما يقفل الراديو وبيقول لنفسه بغضب: في إيه؟ لا بجد في إيه؟ وداخل أوضة فريد بعد ما خلصت تنظيف الأوضة بدأت ألمع الرفوف. فريد بشكله من عشاق الكتب والقراية. لفت نظري حاجة زي الإزاز بتلمع. بشيل الكتب اللي متدارية وراها لقيتها بلورة تلج من الصغيرين وكان لونها وردي. ابتسمت كأني طفلة وخدت هدية لعبة وفرحانة بيها. رجيت البلورة والتلج انتشر جواها. قلبتها وشغلت زرار الموسيقى وطلع لحن هادي وجميل قوي. فضلت ألف حوالين نفسي ولبس الشغل بيلف حواليا عشان واسع كأني برقص على الموسيقى. كان إحساس حلو قوي ما حسيتهوش بقالي كتير من كتر ضغط الشغل وتعب الأيام اللي شفته في حياتي. وقررت كل ما ادخل انضف الأوضة هشغل الموسيقى بتاعة البلورة. جيت ارجعها مكانها وقعت مني واتكسرت والتلج اتناثر على الأرض حواليها وانا واقفة بصلها بصدمة. ولحد هنا حلقتنا بتخلص يا حلوين. هستنى رأيكم في الكومنتات لأن رأيكم يهمني بجد. وإلى اللقاء في الحلقة الجديدة إن شاء الله. باي باي يا حبايبي وهتوحشوني كتير للحلقة اللي جاية.